ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. وحشني نتكلم ونقعد نرغي مع بعضينا. تلاقوني هاديه كده عشان احنا مرينا الفتره اللي فاتت بدروبات كتير قوي، مسوقين بوجه عام والمشاريع نظرا للقوانين الجديده اللي اتفرضت والظروف اللي هي بنسميها الركود الاقتصادي والكساد العالمي اللي احنا فيه. فكان متوقع وطبيعي ان ده يحصل عالميا. هنتكلم النهارده في حاجتين: المشاكل اللي بتواجهها شركات التسويق النهارده، ازاي نتخطاها وازاي نعدي اللي جاي مع بعض بالراحة كده، ومشاكل الحد الائتماني البنكي اللي اتعمل الفترة اللي فاتت واللي عمل هوجة جامدة جدا مع المسوقين، سواء فيسبوك او انستجرام او اي برنامج بنتعامل معاه وهو بيعامل مصر بالقيمة الدولارية. هنتكلم بما يرضي الله اللي لينا واللي علينا. يعني مبدئيا كده انا شايفة ان طبيعي ان البلد كانت تعمل كده، مش انحياز والله قد ما انا اكتر واحدة انتوا عارفيني يعني، بس شايفة ان لا، هو طبيعي ان ده كان يحصل. لان انا دلوقتي انت بتحملني طاقه دولاريه جامده عاليه جدا، ليه انا ادفع الفيسبوك بالدولار؟ وليه احمل نفسي عمله صعبه والانستجرام وكده وانت بتعمل حملات وستيل احنا جوه البلد؟ انت كده ما بتخرجليش عمله صعبه، انت سوري ما بتدخليش عمله صعبه، فانت ستيل عامل مشكله. الفيسبوك لازم يرضخ لمبدا ان انت تتعامل بعمله بلدك هو وغيره، يا اما نلجا لبرامج اخرى او اوضاع تانية ان احنا نوفق اوضاعنا الفتره الجايه. يعني هنقول كده من الاخر، يعني احنا الفتره دي الويكنسز اللي جوه المشاريع عاليه جدا، والثراتس اعلى مما تتخيل. الثراتس عندنا واضحه جدا، سواء كنترولبل او ان كنترولبل، يمكن التحكم فيها او لا يمكن التحكم فيها. هقدر اوضح لك بطريقه او باخرى ان انت النهارده عندك العوامل الاقتصاديه والعوامل السياسيه حرفيا كارثيه. العوامل دي كارثيه. يعني لو هنقول اللي قدر يكمل دلوقتي هو بطل، رأس المال نفسه قل. مفيش حاجة اسمها الناس اللي بتحسبها السنة ده أنا عندي بضاعة في المخازن. يعني شايفة موظف كان كاتب على جروب كده بيقول ده صاحب الشركة عنده بضاعة كتير قوي في المخازن وشايلها مسقعها عشان يعرضها على السعر الجديد ومش عايز يزود مرتباتنا. انت بتحسبها ازاي؟ اصلا هو رأس ماله بيقل حتى بالبضاعة اللي هي محطوطة في المخازن دي. رأس ماله بيقل حرفيا. قيمة المليون جنيه ما بقتش هي قيمة المليون جنيه. كل يوم الجنيه المصري بيهتز. انت دلوقتي في وضع كارثي، ركود اقتصادي عالمي، عرض وطلب فيهم مشاكل. الوضع ده هو موجود عالمي، احنا بس او مش بتاعنا احنا بس. طب نحلها ازاي؟ هنلجأ لحاجتين: هنرجع لزمن التراديشنال ماركتنج والاستراتيجيز بتاعت التسويق القديمه اللي احنا كنا بنتريق عليها، اللي كان الشباب الجديد بيجي يقعد في الانترفيوهات ونقعد نتكلم معاهم يتريق: ايه ده؟ لا، هو انت ده التسويق القديم ده دلوقتي كل حاجه اونلاين. يا جماعه ما تعلقوش الدنيا كلها على الاونلاين، في طرق كتيره، مش كل حاجه اونلاين ومش كل حاجه حملات. يوم ما الحملات ما هتقف او الفتره الجايه يحصل مشاكل، لازم 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 انت ترضخ ويبقى عندك بلان بي وبلان سي. العملاء اللي كانت بتتريق على البلانز بتاعتنا النهارده احنا شغالين ببلان بي وسي اللي كانت الناس النهارده بان المسوق اللي فاهم من اللي حفظ له كلمتين في حملتين وبينزل يشغل الحمله ويمشي. بان النهارده الفرق بين الاثنين. والله العظيم احنا امبارح كلاينت قاعد قال لي انا بقول فعلا عرفت الفرق بين ان انت لما كنت تديني بلان بي وبلان سي ولو حصل ولو جرى وعوامل الخطوره وكنت بقول عليكي سلبيه او بتشوفي الامور السيئه بس. اكتشفت ان اللي قلتيه ما هو بيحصل اهو. هو مش عشان انا جهبذ، هو ده حصل زمان ايام الكورونا وحصل زمان ايام الثوره وحصل. يا جماعه احنا مرينا بالكلام ده كتير جدا. الفكره ان انت تحاول على قد ما تقدر تجاري الاحداث وتجاري الظروف. الفيديو ده طويل انا مش هقصه، انا هقفله على 8 دقايق 10 دقايق عشان الناس تشوف اللي جاي ايه. مفيش حد النهارده ما بيشغلش الاونلاين. اونلاين يعني ايه؟ اونلاين يعني انا واحد بجيب بضاعه، سواء اي كوميرس بقى، اعلانات جوجل اد، كلنا محطوطين تحت فكره السحب اليومي. 2000 ونص ولا 3000 ولا 10000 مستحيله. في ناس بتعمل حملات لشركات كتيره جدا. فالنهارده بقى المسوق بيختار بين العملاء وبيشوف العميل الكويس اللي هيشتغل معاه ويحط العملاء في اولويات، برايورتيز يعني. نقدر نقول ان احنا هنغير البلان بتاعتنا. القوه الشرائيه عند العميل اتغيرت. انا النهارده مرتبي مثلا 3000 جنيه، هم ال 3000 جنيه اللي كانوا من 6 شهور، ده مستحيل. النهارده انا بشتري كيلو الشاي وكيلو السكر وكيلو الرز بكام، وانا من سنه او من 6 شهور كنت بشتريهم بكام؟ النهارده مفيش منتج بقى بسعره. الكل حاطط المنتج وقاعد بيقول السعر اللي هو عايزه. يصحى الصبح يقول لك النهارده ب 300، بكره ب 500. البرينجلز النهارده ب 85 جنيه. الرقم ده يضحك. برينجلز العلبه ب 85 جنيه.
انت تعرف منين ان في مشكله عندك؟ لما السلع الاساسيه تبقى تضحك. انت ما بتقدرش تشتري اكتر من 2 3 كيلو رز. الزيت امبارح بتقف قدام السوبر ماركت بيقول لك ليك ازازتين. انا مش عامل الفيديو ده عشان اعقدك، لا خالص، بس لازم بلاننا تتغير، طريقه تفكيرنا تتغير. لو انت بتحط خطه بيعيه للعميل لازم تغيرها، لازم تغير الاستراتيجي بتاعتك، لازم تفهم. ما اروحش اصرف للراجل القيمه اللي كان بيصرفها في وقت الرخاء اليومين دول، ده مش موسم يا حبيبي. هدي اللعب. الجنيه اللي محطوط النهارده في بضاعه اولى من وانت شغال بيه في حملات. والله بقى تختلف معايا كمسوق تتفق، دي حاجه ترجع لك. بس انا شايفه ان المشاريع اللي معايا لما اتبعنا فيها المبدأ ده والدنيا دي، والله العظيم الحمد لله، لا احنا في نعمة دلوقتي. احنا لا بنخاطر ولا موقعين نفسنا، وبالعكس احنا ماشيين على الهادي مع العملاء. والعميل، في عملاء عندي بتخاطر بفلوس عالية، احنا اتصلنا بيهم قلنا لهم في مشكلة، في 1 2 3، قلل سحب يومي، ما تعملش كذا، اعمل كذا. اليومين دولت انك تقول لي ده انا هنزل، يعني انا جالي عميل عايز الفترة دي لا انا اكتسب السوق واصرف كل اللي معايا في ال3 شهور الجايين. ده فين البلان اللي تقول كده؟ يا جماعه احنا البلان بتاعتنا ممكن تتغير في اليوم. انت بتعمل بلان يومي، بلان ويكلي، بلان مانثلي. اللي يعمل لك بلان سنه ويديها لك ده حرامي. بلان سنه ايه؟ هو انت عارف ايه اللي هيحصل بكره؟ بتسعر ازاي منتج؟ مين اللي معاه النهارده سياسه التسعير ثابته؟ الكلام ده مستحيل. اسعر تثبيت، اجيب منتج زي ده واقول له انا النهارده ده ب5 جنيه، شامل النقل اللي هو البنزين كل يوم سعره عمال يرفع ويتغير، شامل المرتبات اللي هي برضو عايزه تتغير نتيجه زياده الاسعار اللي بره، شامل العماله، شامل قطع غير العربيات اللي بتوصل المنتج، اللي هو انت النهارده مش لاقي قطعه غير العربيه لو باظت اللي السواق بيروح وبيجي بيها بتاعك، قطعه الغيار دي مش موجوده. كل ده لازم يتغير، طريقه تفكيرك لازم تتغير كمسوق. النهارده مش دوس على حمله واعملها، النهارده هيبان مين المسوق اللي فاهم واللي شغال واللي بيغرق العميل بتاعه. يا جماعه والله حرام الفلوس اللي انتوا بتصرفوها كمسوقين وانت مش عارف اللي قدامك ده ممكن يكون اخد جنيه معاه، ده هيقفل المشروع بتاعه. احنا معانا مشاريع المنتج نفسه استيراد وتصدير مش موجود، اقول له لا هتشغل حمله، جاي لي يقول لي لا 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 ده انا في مسوق قال لي لازم الحمله تفضل شغاله عشان الصفحه ما تقعش. يا جماعه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، في ايه؟ اصرف عشان الصفحه ما تقعش وانا ما عنديش المنتج؟ يقولوا ده هو ده الصح عشان تفضل موجود في السوق، الناس تسالك فين وبكام وانت تقول سولد اوت وتكسر الدنيا وتعمل الدنيا. لا لا الكلام ده غلط. احنا وصلنا لل8 دقايق طبعا، اللي ورا الكاميرا فرحانين بيا، ورا الكاميرا فرحانين. هعمل الجزء التاني دلوقتي حالا لبقية الفيديو.